أهمية المشي للشخص. شو هي أهمية المشي للشخص؟ المشي أنت يا جماعة، المشي بيساعد على إنقاص الوزن بشكل كبير جدا، وخاصة إذا أنت مشيت قبل الإفطار. يعني أنت قمت الصبح قبل ما تفطر ومشيت، تأكد تماما أنه راح يساعدك على إنقاص الوزن. أيضا المشي يزيد من كتلة العضلات الخالية من الدهون. أيضا المشي، لما أنت تقوم بالمشي في الصباح الباكر، فهذا أيضا راح يساعد على أو ينظم مستويات السكر في الدم. أيضا يقوم أيضا المشي في الصباح الباكر أنه بيعزز صحة العظام ويقويها بشكل كبير جدا. أيضا من فوائد المشي للإنسان لما يقوم الشخص في الصباح الباكر ويقوم بالمشي، أيضا أنت لما يكون ضغطك مرتفع، أنت تعرف أنه المشي يساعد على خفض ضغط الدم. يعني إذا أنت ضغطك مرتفع فوق 150 ولا 160 على 100، فإنه هذا أنت لما تمشي، يعني أنت لو قست قبل ما تمشي تساعد. مثلا أنت ضغطك مرتفع أصلا وقست ضغطك مثلا لقيته 160 على 100 ومشيت في الصباح الباكر قبل ما تفطر، ورجعت قست الضغط مرة ثانية، هتلاقي إنه ضغطك انخفض بشكل كبير جدا. مثلا تلاقي 130 على 80 أو 120 على 80، يعني حسب الضغط. يعني أنا أوقات لما بقوم بالمشي وراح أقيس ضغطي ألاقي مثلا 110 على 70، 120 على 80 حسب. وقبل ما أمشي ألاقي حالي مثلا 130 على 90. ولكن لما أقوم أنا بالمشي ألاقي إنه ضغطي انخفض بشكل كبير جدا. فالمشي أيضا يساعد على خفض ضغط الدم، وأيضا يساعد على إنه ينظم مستويات السكر في الدم.